مكان على الارض ما فيهوش حدود، ما فيهوش جيوش، ما فيش حد يقول المكان ده بتاعي، مكان ما فيش حد بيعيش فيه وممنوع حتى تحارب عليه. اهلا بيك في القاره اللي ملهاش صاحب. اكبر صحراء متجمده في العالم بتغطيها طبقه من الجليد سمكها بيوصل لاكتر من 3 كيلومتر، ودرجه الحراره هناك بتوصل لسالب 80 درجه مئويه، يعني البرد هناك حرفيا ملوش كبير. بس الغريب بقى مش الجو، الغريب ان مفيش اي دوله تمتلكها. في 1959 12 دوله قرروا يعملوا معاهده اسمها القاره القطبيه الجنوبيه، وقالوا خلاص يا جماعه محدش له فيها، احنا هنسيبها للعلم وبس، لا جيوش ولا حروب ولا تنقيب عن ذهب ولا بترول ولا تجارب نوويه ولا حتى حد يقول انا عايز حته من الارض دي، هي بس للعلماء لابسين ابيض في ابيض وماشيين يعملوا ابحاث. ومن وقتها بقت القاره دي زي معمل عملاق للبشريه كلها، وفيها محطات ابحاث من روسيا وامريكا واليابان والارجنتين، وحتى مصر عندها بعثات هناك. العلماء بيقعدوا شهور عشان يدرسوا الجليد والمناخ والنجوم، وفي نظريات بتقول ان شكل القاره ممكن يكون هو المفتاح لفهم اصل الحياه على الارض. في ناس بتقول ان فيها منطقه ممنوعه وبيتكلموا عن قواعد سريه وبوابات لعوالم تانية. انا خفت بصراحه، لكن طبعا مفيش ولا دليل على الكلام ده، لكن الفضول الانساني شغال. بس ثانيه كده، هي مش القاره القطبيه الجنوبيه هتختفي قريب؟ مين قال كده؟ الحقيقه ان الجليد فعلا بيدوب بمعدل مرعب بسبب الاحتباس الحراري، والقاره دي فيها 70% من ميه الارض العذبه، فلما الجليد هيذوب مستوى البحر هيزيد. العلماء بيقولوا لو الجليد كله داب البحر هيزيد حوالي 58 متر، يعني مدن زي اسكندريه ولندن وباريس ممكن يختفوا تحت الميه. بس الخطر الحقيقي بقى في القرن الجاي، لو الحراره فضلت ترتفع البحر ممكن يزيد من نص متر لمترين، وده كفايه لغرق مناطق ساحليه كتير حوالين العالم. بس لسه في امل، وده لو الدول فعلا التزمت باتفاق تاريخ للمناخ وده لو فعلا الدول التزمت باتفاق باريس للمناخ، ممكن نبطئ الذوبان ونحافظ على القاره شويه كمان. فقول لي انت بقى، يا ترى هنكمل على الخريطه ولا الميه هتعيد رسمها من جديد؟ ورد عليا في الكومنتات، ما تسيبنيش لوحدي. وطبعا شكر خاص لاستاذ عمر وليد صاحب فكره الحلقه وصاحب الكومنت، واستنوا حلقات جايه من افكاركم عشان انا كاتباهم فكره.